لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا للزميل هشام الخلصي هنا من ملعب المباراة. أصدقائي المشاهدين أحباء كرة القدم على بين سبورتس، نلتقيكم هنا من ملعب المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ولقاء كأس العالم للتاريخ بين الأرجنتين والمنتخب الفرنسي. طبعا لما أخطأ في الطريق ولم أخطأ العنوان، أنت كأنك في استاد المونيمونتال الشهير في قلب العاصمة الأرجنتينية. هنا أكثر من 35,000 أرجنتيني قدام تقريبا 1500 ماكسيموم من عشاق التريكولور. أرجنتينا هنا في كازان تلاحق حلم المونديال. هنا هذه هي كازان، هنا في روسيا تقريبا 1000 كيلو على العاصمة موسكو، مدينة تتسع تقريبا 1.5 مليون النسمة أو الساكن، وهي مدينة معروفة بخليتها ونسيجها الإثني، باعتبار أنه 48% من شعب كازان هو روسي، وهناك عرق التتار. هنا 48% الباقية من التتار، هنا أحفاد جنكيز خان، ولذلك الغالبية هي مسلمة. هنا في مدينة كازان وفيها مسجد هو الأكبر في أوروبا، وتم تدشينه وافتتاحه في 2005. هذه هي مدينة المغول، هذه هي مدينة كازان. وهنا في مدينة أحفاد جنكيز خان يلتقي أحفاد تشي جيفارا لاعب ضد ايسلندا. نيجيريا للدقيقة 86 كانت متأهلة لدور الثمانية، وكرة أرجنتينية. اليوم كلمة السر ميسي، فريق ميسي اسمه ميسي، ليست مجموعة الأرجنتين، هي مجموعة فرديات. كرة عن طريق إيفر بانيجا، الكرة الأولى خطيرة جدا في منطقة، يمشي دي ماريا، أنخيل التوزيع على القائم الثاني، كرة بعيدة طويلة، ضربة مرمى للفريق الفرنسي وهوغو لوريس. 103 مباراة دولية مع التريكولور. الحارس كاباليرو في مباراة كرواتيا واللي كان سبب فيها أصغر لاعب فرنسي في تاريخه بالمونديال، أصغر هداف فرنسي في تاريخه بكأس العالم. والكرة ترجع لخطأ، كرة خطيرة لماسكيرانو يلعب في الدوري الصيني، 1 في الصين، 2 في الأرجنتين أو 3 في الأرجنتين. بين ميشيل بلاتيني وزيزو، يمشي الكرة جريزمان، الكرة الأولى حتى دور 16 بأصعب طريق قد يكون عنوان للنجاح. ترجع الكرة بروح الكونتر اتاك، يلعب مبابي، يمشي مبابي، زاد مبابي، هرب مبابي، بينالتي، ضربة جزاء للفريق الفرنسي، ضربة جزاء للفريق الفرنسي. المباراة تتولع هنا في كازان في أرض التتار. بينالتي للفريق الفرنسي مع ورقة صفراء في الدفاع الهش للأرجنتين. فماش كلام ضربوا بالسرعة، روخو منقذهم في ماتش نيجيريا، يعذبهم في ماتش فرنسا في دور 16. شوف الكونتر اتاك، شوف الخطا، ضاعت الكرة وسط الميدان، ينطلق الصاروخ التي جي في، مبابي باريس سان جيرمان بالسرعة المطلوبة، زاد يعمل اكسلراسيون، وخطا واضح من لاعب روخو البيوخو، يستعمل تينيديوم. هدفه ممكن الرقم 22 للنخبة الفرنسية. يمشي جريزمان يحط جول، 1-0 لفرنسا، 1-0 لفرنسا عن طريق جريزمان، 1-0 للأتلتيكو مدريد. اللاعب جريزمان يسجل الأهداف وسط الفرحة الفرنسية، فرحة مؤقتة، فرحة آنية، ما زال ماتش طويل، ولكن لمتعة الملاحظين، لمتعة المشاهدين هنا حصريا على بين سبورتس باش نستمتعوا بماتش كبير برشا، لأنه هذا الهدف باش يحرك المياه الراكدة، باش يخرجنا عن الخوف والتحفظ والحذر والتكتيك. فرنسا ستبقى في مكان الكرة hasta siempre comandante ميسي، ليس جيفا. يلعب الكرة المرتدة خطيرة مرة أخرى، وكرة مبابي راس وفرصة الهدف الثاني، والحكم ماذا يقول؟ ضربة جزاء أو خطأ فاول. خفت عليك يا الأرجنتين، كرة خطيرة. هذه الكرات في ظهر الدفاع باش يقتلوهم اليوم، باش يعذبوهم. تاليا فيكو ورقة صفراء الثانية، في كلامه معلق ولكن حكمه أقدام. يمشي بوجبا اليوم مع فريق بحجم فرنسا ما يتعداوش. ترجع كرة ممتازة وركنية، إيفر بانيجا، يمشي إيفر، الكرة على القائم الثاني والرصير من الدفاع. جودين مع هذا البطة في التحضير، كرة تمشي طويلة، كرة بعيدة، الحارس هوغو لوريس قدام رقم 15 إنزو بيريز لاعب الريفير. هل كان هناك تسلم؟ لا،
الصورة قدامك. الفريق الارجنتيني على فكره كمعدل اعمار الدفاع فرنسا افضل، فماش كلام. يهرب جريزمان، يدخل جريزمان، كره خطيره، فرصه السلف، يرجع الاطراف يوزع كره، ولكن الان في غياب وعداء وفرنسا عندها كل شيء. ترجع كره خطيره، هذه خطيره وفرصه وكره ضاعت. محاولة ضاعت من الفريق الارجنتيني. ميركادو يطالب بلمسة اليد والايراني يقول العب. نعاود نشوف اللقطة في دار الرونديز. ميركادو طلب الكرة ممتاز، يحط الكرة مرة ثانية، ثم لمسة ولكن يديه لاصقة مع بدنو سامويل أومتيتي. نتسفي دورة كبرى يورو أو مونديال لمنتخب فرنسا. جيرو يوصل الملعب، كانتي ممتازة مرة أخرى نفس الغالب. الآن ميسي أنه يصنع الفوارق. الفوارق لا تكون في مرمى نيجيريا. يمشي بوجبا يسكر على الاطراف، يعرف فيها مبابي، يا ولد طريق ضربه جزاء جريزمان، يغسل الكره مره اخرى الارجنتيني، والكره الجيرو الارجنتيني لمن الافضليه. ترجع الكره عن طريق بليز ماتويدي، عنوانه تشجيع المنتخب الوطني. ترجع الكره الفريق الارجنتيني اكثر حتميه في الشوط الثاني. ترجع كرة ممتازة، ميسي يدخل منطقة تماس، جابها ما جابهاش، جابها برافو، جابها بافون، يمشي بافون يوزع أو الكرة وسط الميدان عن طريق بيريت، تمشي كرة خطيرة العرضية، بافار رجع الكرة عن طريق جريزمان كوين عليهم برشا، تمشي فرصة الثاني، والكرة خطيرة المنتخب الفرنسي. فرنسا تلعب مليح ومستثمرة ومستغل الأطراف بشكل مثالي. الفرنسي هو الافضل في الفتره الاولى المباراه بالراس، والكره في الدفاع، فكان الالوان لفريق البوكا. التسديده ممتازه، جولاتو ارجنتينا من دي ماريا، انخل دي ماريا، جول است ارجنتينو، هدف التعادل المنتخب الارجنتيني، انخل دي ماريا، هدف التعادل، هدف في وقته، هدف في فريق ميت، هدف في كرة فردية من دقائق. قلت الارجنتين اذا مش خاسرة في الفترة الاولى هنا في كازان لروعة كرة ضد الفريق الفرنسي. هيا كرة ممتازة، مشات مليح، شاط